مساء الخير عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة معانا قصة من عالم تاني، قصة مرعبة جدا هتشدك من أول كلمة لآخر لحظة. وصدقني لو بتخاف اوعى تكمل لوحدك، استنى لحد ما حد يكون معاك، عشان اللي هنحكيه النهاردة هيغير فكرتك عن الرعب. لو لسه مش مشترك في القناة اعمل اشتراك دلوقتي وفعل الجرس عشان كل القصص الجديدة توصلك، وما تنساش تعمل لايك لو القصة عجبتك وتشاركها مع أصحابك. ويلا بينا نبدأ، واللي هيحصل على مسؤوليتك الشخصية. كان سامح شاب في العشرينات، مغامر بطبعه، دايما بيدور على الحاجات الغريبة والمثيرة. عنده صحاب كتير بيحبوا يشاركوا المغامرات دي، بس أكتر واحد كان دايما بيشجعه هو كريم، صاحبه المقرب. في يوم من الأيام كريم قال له: يا سامح، في بيت قديم في أطراف البلد، كل الناس اللي جربوا يدخلوا بيقولوا إنه مش طبيعي، في حاجات غريبة بتحصل جواه. إيه يعني؟ رد سامح وهو بيضحك: انت مش هتصدق الكلام ده، كله شائعات، انا دخلت بيوت مهجورة كتير قبل كده. لكن كريم كان جاد جدا وقال له: صدقني سامح، ده مش زي اي مكان تاني. اسمعني، البيت ده ليه سمعة مش كويسة، والناس اللي دخلته اتغيروا او اختفوا، محدش بيمشي من هناك. سامح حس بالتحدي في كلام كريم وقال له: طب خلينا نروح نشوف. في يوم تاني ركبا سيارتهم واتجهوا نحو الأطراف البعيدة للبلد. الطريق كان طويل جدا، وكلما بعدوا عن المدينة بدأ الجو يتغير، والسماء تصير مظلمة أكتر، وكأنهم دخلوا في مكان تاني بعيد عن الواقع. الطريق كان ضيق جدا، والأشجار العالية حواليهم بتسبب أصوات غريبة، وأحيانا كان يحسوا إن في حاجة بتتحرك وراهم، لكن لما يلفوا ما يلاقوش حاجة. بعد ساعات من القيادة وصلوا أخيرا للبيت. أول ما شافوه من بعيد حسوا بشيء غريب. كان منزل قديم جدا مهدم، وكأن الزمن توقف عنده. الأبواب والنوافذ كانت مغلقة، لكن في حاجة في الجو كانت بتقول إن البيت مش عادي. يلا بينا، مش هنخاف من حاجة، قال سامح وهو متمسك بفكرته إن ده مجرد بيت مهجور. ولكن كريم كان عاوز يتراجع. قال له: أنا مش مرتاح يا سامح، الجو هنا مش طبيعي. لكن سامح كمل طريقهم وفتح الباب. الباب كان تقيل جدا، وكأن في حاجة بتمنعه من الفتح. لكنه لما فتح أخيرا شعروا بحاجة غريبة زي طاقة سيئة جاية من داخل البيت. الجو داخل البيت كان مظلم لدرجة إنهم ما قدروش يشوفوا كويس. شوية صوت خطوات غير مفهومة كانت بتسمع من بعيد، بس مش قادرين يحددوا مصدرها. الممرات كانت ضيقة، والدهانات على الجدران كانت متآكلة كأنها مر عليها زمن طويل جدا. حسيته كده؟ قال كريم وهو بيبص حوله: في حاجة مش مظبوطة هنا، البيت ده مش طبيعي. ولكن سامح زي العادة كان متحمس زيادة وقال له: مفيش حاجة يا كريم، ده بس خوف. وفي لحظة اتفاجئوا بباب قديم بيظهر قدامهم فجأة. الباب كان مغلق تماما. لما سامح حاول يفتح الباب لقى نفسه فجأة جوه غرفة جديدة. الغرفة دي كانت غريبة جدا. الأرضية كانت مغطاة بطبقة من التراب الكثيف، والجو كان خانق. فجأة بدأت تظهر أصوات همسات ضعيفة جدا، زي لو في حد بيهمس من وراهم. سمعتوا ده؟ قال سامح وهو مغمض عينه. في حد هنا. لكن كريم كان بيبص في الزوايا وهو مش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل. فجأة بدأت الأضواء تضعف، والشكل اللي في الزاوية بدأ يظهر. كان شخص لكن وجهه مش واضح. ممكن نطلع من هنا؟ قال كريم بصوت مرتجف. لكن سامح اللي كان حاسس بمتعة الرعب قال له: استنى شوية، أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل. اتحركوا أكتر داخل البيت، وكل غرفة كانوا بيدخلوها كانت أكبر من اللي قبلها، وكل واحدة كانت مليانة حاجات غريبة. كانت في صور على الحيطان لناس مش معروفة بس مش واضحة. كان في حاجات مش مفهومة على الجدران زي طلاسم ورسومات غريبة. وكل ما دخلوا غرفة كانت أجواء المكان بتزيد رعبا. كل ما اتحركوا أكتر بدأوا يشعروا إنهم مش لوحدهم. أحيانا كانوا يسمعوا أصوات خطوات وراءهم، وأحيانا كانوا يشوفوا حاجات تتحرك قدامهم في الظلام. لكن أول ما يلفوا ما يلاقوش حاجة. وفي إحدى الغرف دخلوا مع بعض ولاحظوا إن الباب كان مغلق تماما وعليه نقش غريب. لما حاولوا يفتحوه ما قدروا. فجأة بدأ الباب يفتح لوحده، وظهر قدامهم كائن ضخم شكله مش ممكن يتصور. كان طوله أكتر من 3 أمتار، عيونه حمراء ومليانة غضب. انتوا مين؟ قال الكائن بصوت عميق، وكان صوته زي الزلازل. سامح وكريم مش قادرين يتحركوا من الرعب. الكائن ده كان جزء من البيت، كان الشكل الحقيقي للمكان. انتوا مش المفروض تكونوا هنا،
قال الكائن وهو بيتقدم تجاههم. في لحظة شعروا إن الأرض تحتهم بتتحرك وكل شيء حواليهم بدأ ينهار. في لحظة مرعبة اختفى كريم. سامح حاول ينقذه، لكن كلما جرى تجاهه كانت الغرف بترتفع أكتر، والبيت كله كان بيتحول لسراديب مظلمة ما فيهاش مخرج. وفي اللحظة الأخيرة عندما كان سامح بيحاول يهرب، لقى نفسه واقف قدام الباب اللي دخله في البداية، لكن لما فتحه شاف نفسه داخل الغرفة الأولى من تاني، وكل شيء كان بيكرر نفسه. في النهاية سامح واقع على الأرض وهو منهار، وكل اللي قدر يقوله هو البيت ده مش هيسيبنا. قبل ما يغشي شاف كريم مرة تانية، بس المرة دي كان كريم مش هو، كان مجرد روح مسكونة عايشة في المكان. سامح حاول يهرب تاني، لكن باب الغرفة غلق عليه وصوته اختفى للأبد. لو عجبتك القصة متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك وتشير لأصحابك علشان يعرفوا إن البيت ذو الغرف اللي لا تنتهي مش مجرد أسطورة، ده واقع مرعب